والله ما عارف اضحك ولا اعيط والله الطم على وشي ولا اعمل ايه. والله يا جماعه احنا كنا شباب زي الفاكهه، احنا جمهور نادي الزمالك بسم الله ما شاء الله علينا والله. والله العظيم يا جماعه المفروض ان احنا مش انتوا. انا يعني هنا بكلم يعني خدت بال سيادتك، انا عارف ان انت فاهم انا عايز ايه، لان انا مش فاهم انا عايز اقول لك ايه، فانت تركز معايا في الكلمتين دول عشان يومك يعدي معايا. لان احنا بقينا بتوع ربنا، يعني احنا بقينا يعني على الله حكايتنا، احنا بقينا شكرا سبحان الله اخيبه، وبقينا يعني جمهور نادي الزمالك بقى يعني في خدت بالك انت فاهم ولا ركز معايا. اصل كابتن حسين لبيب لما جه مسك الراجل قال لنا المركب لو فيها خرم انا هسد واعرف اكمل. هو تقريبا خرق المركب مش سد الخرم ده، هو دخل يعني ده يعني خدت بالك يعني هو اللي يعني اللي تقدر تقول كده هي بتبقى تطلعات يعني هو يعني فاهم. بس يعني هو طلع قال في التلفزيون ما تخلينيش احط الموضوع في دماغي يا مدام لبيز، انا سايب الدنيا كلها نعرف تعرف. يعني انت حطيت الموضوع فين؟ يعني انا والله الموضوع حضرتك حطيته فين؟ يعني ده يعني مجرد معلومات لجمهور نادي الزمالك نبقى نفهم يعني نبقى يعني احنا عايزين نفهم، مش عشان حاجه، احنا بس فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. وبالنسبه للشيكات المفتوحه اللي كابتن ميدو طلع على جمهور نادي الزمالك، الشيكات دي وضعها ايه؟ اتقفلت ولا اتفتحت ولا اتخربقت ولا انتوا عملتوا ايه عشان نياتنا ما تروحش في حتت تانيه؟ ولا يعني صباحكم زي الفل يا جماعه. بالنسبه لادم كايد هو يعني ان شاء الله مرشح ان هو يفسخ عقده الايام اللي جايه دي، كده 4 لعيبه على التوالي. فاضل لنا اخوان بزيره والاخ شيكو بانزا الزمالك بتاع الزمالك اللي السبليف بتاعه بيشتغل لوحده تلاقيه على طول السبليف. الاثنين دول كمان نبقى حققنا السادسه وكده شكرا سبحان الله. وانت يعني خدت بالك بالنسبه بقى للكفر كده احنا عندنا 9، في 3 جايين 2 انديه ومحامي يبقى 12 كده. احنا عدلنا رقم الاهلي بسم الله ما شاء الله، هو عنده 12 افريقيا واحنا عندنا 12 في الفيفا. يعني دي بطوله اعلى من يعني احنا هنكمل الموضوع عشان احنا عندنا بالنسبه لموضوع الارض يا كابتن حسين. الارض دي كان بقى لها حوالي يعني تقريبا كده حوالي بتاع 22 سنه مع يعني اللي هو كنا احنا يعني مستلمينها من عند والمفروض ان احنا كنا يعني هنشتغل ونبني فيها فرع جديد عشان نطور من النادي. بالنسبه للارض دي حضرتك بنيت فيها 2%، عملت السور وبعت يعني وراحت الارض. طب يعني الفلوس راحت فين؟ 6 لعيبه راحوا و9 ايقاف ايد، وفي يعني هيبقوا يعني ال3 مع ال9 بقوا 12. هيبقوا الدنيا ماشيه ازاي معانا احنا الايام اللي جايه؟ يعني احنا هيتعمل فينا ايه؟ يعني لو انت طمعان فينا احنا يعني احنا كنا شباب زي الفكه بس الزمالك يعني بس انا هاكها احنا هتعمل معانا ايه؟ احنا اللي يعني جمهور نادي الزمالك في الفتره اللي جايه يعمل حسابه على ايه؟ يعني اصل انت تشوفك وانت بتتكلم في التلفزيون بسم الله ما شاء الله طرزان. ده سيمت هوفن ما يعرفش يعمل اللي انت، كابتن محمود الخطيب ما يعرفش يعمل اللي انت بتعمله وانت بتتكلم في التلفزيون. اما جيت على ارض الواقع اخي بقه انت خالص ما يعني ما لقيناك انت اللي هو مش ايه ايه اللي هيحصل فينا الفتره اللي جايه يعني؟ طمنا لو انت طمعان فينا قول. يعني انت لو عايز مثلا هتشغلنا باليوميه مثلا معاك وتاكل عرقنا قول لنا برضه عرفنا. احنا عندنا للزمالك والله العظيم عرفنا الدنيا ماشيه ازاي بما انك انت تلفت امل يعني حتى العاب القوه. احنا قلنا كنا صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك اليد في مصر. بلاش يعني ما بقتش يد بقت عفا انت رايح بينا على فين؟ يعني انت شايف انت سايق فين؟ ولا انت هنخيش؟ ولا انت ما فهمني يعني انت دغدغت البودي بتاع يعني سلام عليكم صباح الفل. والله صويع، والله كروان مشاكل صويع اقسم بالله. غفل مصر والدول العربيه كلها. فرحه ما كانش فرح، ولا كان هو بيتجوز، ولا كان بيفرح. والكلام ده انا مش بقوله من دماغي، انا مش بخترع لك ولا بفتي عليك. في 5 اسباب، 5 اسباب يثبتوا لك ويأكدوا لك ان فرح كروان مشاكل ما كانش فرح، ده كان ترند. بس قبل اي حاجه في صفحه على السوشيال ميديا اسمها احمد حسن وزينب، تقريبا مصر كلها تعرفها. احمد ده في يوم من الايام جاب عربيه مرسيدس زيرو، مرسيدس جديده لانج زيرو من المعرض، وبعدها باسبوع وقف العربيه على الطريق الدائري وطلع لايف وقال لهم يا جماعه العربيه بتولع، وبطريقه ما هو اللي كان مولع في العربيه. وبعدها بفتره بسيطه جدا كام يوم اتفاجئنا ان احمد ده راكب عربيه BMW زيرو موديل السنه، وساعتها اتحقق معاه واكتشفوا ان كان في تلاعب في سيستم او في كمبيوتر العربيه ادى الى ان العربيه تولع عشان يوقع مبيعات مرسيدس في مصر، وهو يطلع ترند ويحقق مشاهدات. انا بس بقول لكم الحاجه دي عشان تعرف ما تحكمش على حاجه من اولها. نخش على الباشا كروان مشاكل اللي هو قبل اي حاجه انسان طيب من جوه منه، وجايز يكون هو كان عايز يفرح بجد من قلبه، بس اللي حوالين منه هم اللي حطوه في الموضوع ده. قبل اي حاجه كروان مشاكل حاجز قاعه
تسع 500 فرد او 400 فرد، ده حد اقصى. كروان مشاكل عزم مصر كلها بفنانين بصحافه بكل الكلام ده، ولا في جردات ولا راح. حتى لو راح اسم الشرطه اللي ما بينه وبين القاعه مفيش 10 دقايق يامنوه، ما عملش الكلام ده. هو سابها وكان عايزها زيطه وفنانين وكلام من ده، وجاب الدنيا كلها عشان الفرح يبوظ. تاني حاجه، كروان مشاكل عمل مشاكل مع اهل العروسه اللي هم عمامها قبل الفرح بكام يوم، وطلعوا ترند وفضلوا يتكلموا، وهو كان بيقول انا عايز اطلع ترند وانا اعلمكم تطلعوا الترند ازاي. كروان مشاكل. ودول سببين هايفين. خد التالت بقى. احنا عندنا 3 اديان سماويه، انهي دين في ال3 بيسمح للعريس او العروسه ان الفرح يبدا بدون كتب كتاب؟ انهي دين او انهي حد او انهي بني ادم في مصر او في اي حته في الدول العربيه بيبدا فرحه من غير كتب كتاب؟ يعني تخش الفرح وتطلع تقف على المسرح ايا كان اللي انت حصل لك وانت داخل، اتاذيت اتبهدلت، العروسه وقعت العروسه ما وقعتش، انت وصلت لحد الفرح ولحد القاعه، والله اكبر شهد على كلام اذان الفجر اهو، وصلت لحد القاعه ووقفت جنب حمو بيكا وحمو بيكا كان بيغني وما كتبتش كتابك، والكلام ده في عرف كل الاديان وفي عرف كل الناس في الشعب المصري ما ينفعش. قبل ما تطلع تمسك ايد العروسه على المسرح وترقص معاها بتبقى كاتب كتابك ويبقى العفش مفروش. كروان مشاكل ما كتبش كتابه. رابع حاجه، اخو كروان مشاكل وهو في العربيه معاه فتح الشمروخ والناس اللي بتشجع كوره وعارفه الشماريخ والالعاب الناريه دي فاهمه، فتح الشمروخ جوه العربيه وحطه على الكرسي وسابه ومشي. اي حد فاهم ان الشمروخ ده لسعه صغيره وبيطفي، ان الشمروخ ده ليه مده زمنيه بسيطه لا تتجاوز الدقيقه ونص او الدقيقتين. فكون ان انت تفتح الشمروخ وتحطه على كرسي العربيه وتسيبه وتنزل، انت متعمد تولع في العربيه. وفي حاجه كمان بس قبل ما يعني ما اختم موضوع العربيه ده، كروان مشاكل طلع لايف بعديها، ده السبب الخامس، قال ان كان في تليفونات، ان تليفونات العيله كلها كانت في العربيه. تليفونات العيله كلها كانت في العربيه، تليفونات اخواته واهله وامه وكلام من ده كانت في العربيه، الايفونات طبعا 17 برو ماكس والكلام ده كانوا في العربيه. يعني هم حاطين التليفونات في العربيه وهو ولع الشمروخ وحطه في العربيه. طب ما حدش هان عليه انه يمسك الشمروخ من على الكرسي ويشيله ويرميه؟ طب ليه انت الشمروخ لما وقعش بايدك ما رميتوش في الارض في ارضيه العربيه؟ ما هو الدواسه جلد، الشمروخ هيطفي. يا راجل انت لو حطيته على الطابلون مش هيولع. الحاجه الوحيده اللي تخلي العربيه تولع من جوه انه يحطه على الكرسي. وهل العربيات دي كلها والجردات دي كلها والصحفيين والكلام ده كل الناس دي محدش فيهم لحق يجيب طفايه حريق ويطفيها؟ ده فرح ترند، ده فرح كروان مشاكر، ده مليونيه. ازاي ما حدش طفي الحريقه في لحظتها؟ ازاي بقى يا كروان ما تروحش انت الاسم وتعمل الكلام ده كله وتأمن فرحك؟ ازاي تطلع على المسرح من غير ما تكتب كتابك؟ ازاي ما فيش مأذون دخل القاعة اصلا؟ ازاي القاعة ما كانش فيها وجبات وما كانش فيها اكل ولا عصير ولا كانوا مجهزين للكلام ده اصلا؟ ازاي؟ انت عامل حسابك يا كروان ان الفرح ده هيبوظ، مش انت، اللي حوالين منك اللي عاملين حسابهم على كده عشان يطلعوك ترند ويستفادوا من ورا منك. واكبر دليل ان عمام العروسه طلعوا لايف بعد الفرح ما باظ وبعد الدنيا ما خربت، طلعوا لايف اللي كان بيقعد معاهم واحد في اللايف بيقعدوا يضحكوا ويهزروا، طلع معاهم 4000 واحد مع كل واحد، واحد كان 3000 وشويه وواحد 4000 والاثنين قاعدين بيضحكوا. انت طلعت ترند يا كروان وهتفضل ترند سنه قدام، وقنوات وهيجي لك عربيه جديده وهيتعمل لك فرح جديد وهتكتب كتابك وكل الكلام ده هيتم الايام اللي جايه دي